السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال ان شاء الله. في البداية وزي ما احنا متعودين بنبدأ كلامنا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة كده جايلكم بوصفة سريعة مش مكلفة خالص، تقريبا متوفرة في كل بيت خصوصا في الشتاء ده. الوصفة دي للشعر وهي عبارة عن فازلين. طبعا كلنا في الشتاء لازم بنستخدم الفازلين علشان خاطر الترطيب. والبصل طبعا برضو موجودة عندنا في كل بيت مش بنستغنى عنه. الوصفة دي حلوة قوي لسقوط الشعر، وحلوة قوي للشعر الهايش، وحلوة قوي لأي مشكلة ايا كانت في الشعر. بصراحة جميلة وعن تجربة شخصية. مشكلتها الوحيدة او عيبها الوحيد في ريحتها، تمام. ومش هقولك انه ريحتها يعني هتروح من اول غسلة، لا بصراحة ريحتها هتبقى صعبة قوي معاكي، بس مع تكرار الغسيل مرة واتنين ان شاء الله الريحة هتظبط وهتبقى كويسة. تمام. المقادير سهلة وبسيطة. ده كده برطمان من الفازلين، هو يعني مقرب يخلص عندي بس لسه فيه. انا اصلا عملت الوصفة دي امبارح بس نسيت خالص ان انا اصورها لكم، فالنهاردة قلت هعملها ببصلاية صغيرة لان انا مش هستخدمها، لان انا عامله امبارح الوصفه دي، والوصفه دي بتتعمل مرتين في الاسبوع. تمام. مش هستخدمها النهارده، هشيلها اليوم تاني، وانا اصلا شعري خفيف مش بيحتاج كميات كبيره. فهكتفي بس بالبصلايه الصغيره ديت، وهاخد معلقه فازلين من دي. دلوقتي بقى انا هبشر البصلايه بشر ناعم خالص، وهرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. هنا بقى حبايبي انا كنت بشرت البصلايه اهو. طبعا انا نسيت في اول مره وبشرتها بشر خشن، رجعت افتكرت تاني بشرتها بالناحيه الناعمه خالص. تمام. دلوقتي انا هصفي الميه بتاعه البصلايه كويس قوي هنا كده في البوله اللي عندي. تمام. هصفيها برضو وارجع لكم تاني. انا عايزه اقول لكم ان انا عندي رينج لايت والله، بس مش عارفه ليه تقيل على قلبي، مش عايزه استخدمه خالص يعني. هصفيها وارجع لكم تاني. هنا بقى كده انا كنت بشرت البصلايه. طبعا البصل مش كتير، لان انا قلت لكم دي انا مش هستخدمها لان انا لسه عامله امبارح. تمام. والوصفه دي ما تستناش. هاخد بقى كده معلقه من الفازلين. تمام. ثواني بس انا هاخد هجيب شويه ميه سخنين من السخان علشان هعمل الفازلين على حمام ميه سخنه علشان يفك معايا. تمام. دي كده اهي ميه سخنه من السخان، ما جبتش انا ما سخنتش ميه على النار، السخان كويس ميته كويسه. اطلع بقى كده معلقه من الفازلين، برضو ما تكونش كتيره، على قد كميه البصل اللي عندي اهو بالشكل ده كده. وطبعا هنزلها كده في ميه البصل اهو، وهنحط البولة كده كلها زي ما هي في المية السخنة دي علشان خاطر الفازلين اللي عندي يسيح اهو بالشكل ده كده. طبعا اهم حاجة نخلي بالنا من ان الفازلين اسفة المية ما تدخلش جوه. ثواني بس انا مش مالكة ان انا اصور واسيح الفازلين في نفس الوقت كده اهو. اسفة طبعا على الازعاج ده يا جماعة اللي انا عاملاه. انا هحاول بس انزل كده بصباعي الفازلين. انا مش عايزة اطول عليكم طبعا وقت الفيديو، تمام، لان اصحابي بيقولوا لي احنا عايزين فيديوهات يعني على قد ما تقدري قصري ولخصي فيها. تمام. فانا مش هطول عليكم وقت الفيديو. الوصفة هي كده تمام زي ما انا قلت لكم عليها. دي اهم خطوة ان انتي تسيحي الفازلين على حمام مية سخنة. هتلاقيه معاكي سايل خالص،
وبعد كده بتمسكي فروة الراس بتدهني بيها الخليط اللي عندك ده بعد ما يسيح مية البصل بالفازلين. اي فراغات عندك بقى، اي صلع موجود في الراس، اي حاجة. وحلوة جدا كمان للأطفال، يعني مش مضرة خالص. لو عندك طفلك برضو أو طفلتك شعرها بيقع برضو، دي حلوة قوي. أنا هستعين بفريدة، ممكن تمسكي لي البولة بس اهو، علشان خاطر عايزة أسيح فازلين كويس. طبعا هو انا عايزه اقول لكم ان هو اصلا بيجمد تاني، بيمسك تاني، بس احنا عايزينه يتغلغل كده في البصل وميه البصل توصل له كله تمام. فتعددت الاسباب والموت واحد، انا بس عرفتكم الطريقه، وانتوا طبعا لما تيجوا تعملوها هتعملوها باتقان عن كده. هقول لكم الطريقه تاني. وهي عباره عن معلقه فازلين على معلقتين ميه بصل، حسب الكمية اللي انت عايزاها او حسب شعرك ما هياخد، طول شعرك وسمكه. هتعرفي انت تقدري الكمية كويس. هتحطيهم على بعض، هتحطيهم في حمام مية مغلية لحد ما الفازلين يسيح، وبعد كده تحطيها على شعرك. ولو عندك ورق استرتش اللي هو الورق العادي اللي احنا بنلف بيه اي حاجة، هتلفي شعرك بيه كويس، وهتحطي اي حاجة على شعرك، بونيه او طرحة او اشارب زي ما انتي بتقولي عليه او زي ما موجود عندك، لمدة ساعتين، وبعد كده تغسليه على طول، ما تسيبوهوش اكتر من كده. ما عندكيش ورق استرتش عادي خالص، احنا برضو بنتصرف. هتجيبي كيس نظيف من عندك وهتحطيه في راسك، وهتحطي برضو عليه اي اشارب او اي بونيه موجود عندك، وساعتين وتشطفيه. ولو عجبتك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.